مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 26 مواطنا بفيروس كورونا. جهود لتقوية جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم. دورة تدريبية في لغة الإشارة في كرن. وزيرة الجيوش الفرنسية تزور مالي لإطلاق قوة تاكوما. قتلى من الشرطة في هجومين بولاية هرات الأفغانية. وعشرات القتلى في حادث قطار مروع في تايوان. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 2 من إبريل في مراكز العزل في أقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر والقاشبرك والجنوبي إصابة 26 مواطنا بفيروس كورونا، وجاءت 11 حالة إصابة في أسمرة بالإقليم الأوسط، و6 في مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر، و6 في إقليم القاشبركة، 4 منها في أديبرة، و1 في علي قدر، و1 في أم حجر، و3 في عدخالة بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 9 مرضى من كورونا في شمال البحر الأحمر، وبذلك بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3334 حالة إصابة، شفي منها 3058، فيما توفي 10 مرضى، ولا يزال 266 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 2 من إبريل 2021. أعلنت الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم أنها تعمل لتقوية التأطير والتنظيم لتنمية محتوى بنك الدم وتوفير الدم للمؤسسات الصحية. وقال سكرتير الجمعية سيد برخت موسازجي أن المبادرة بدأت عام 2006 للمحتاجين للدم من فصيلة RH سالب، وبعد النظر لأهمية التبرع بالدم تم إقامة الجمعية لجميع فصائل الدم، وحققت تقدما ملحوظا في السنوات ال8 الماضية. وأوضح أن توعية المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم من أهم أنشطتها، ولتحقيق ذلك تعمل في التنظيم وخلق الشركاء وتوسيع الفروع وزيادة المتبرعين الطوعيين، مشيرا إلى أن معظم أعضاء الجمعية هم من عمال المؤسسات الحكومية والزملاء والأسر والمتبرعين الآخرين. وذكر مسؤول التنظيم والتبرع بالدم في الجمعية السيد جبريوناس جبردنسائي وجود 3 مجموعات تبرع بالدم من الوزارات والمؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية والأصدقاء والأسر، موضحا تسجيل زيادة كبيرة في الأعضاء العام الماضي. وأشار إلى التبرع بأكثر من 11,100 كيس من الدم عام 2020. وقال إن أنشطة الجمعية تقلصت العام الماضي نتيجة لوباء فيروس كورونا وإجراءات مكافحته، ولهذا لم يتم جمع الدم من المدارس والمؤسسات الأخرى، وتم سد المتطلبات من المتبرعين الطوعيين. أوضح مسؤولو الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم أن مخاطر وباء كورونا وميزانية العمل وعدم وجود نظام معلومات متكامل وتغير الأعضاء من مكان لآخر والتبرع غير المتكافئ بالدم والأنشطة الطبية من أهم تحديات الجمعية. تلقى عمال المؤسسات الحكومية في مدينة كرن دورة تدريبية في لغة الإشارة لتسهيل التعاملات والمفاهمة مع الصم في المؤسسات الخدمية. ونظمت الدورة التدريبية جمعية الصم فرع إقليمي عنسبة ل6 أشهر لتسهيل التفاهم مع الصم، خاصة في مؤسسات التعليم والصحة والإدارات والمواصلات والبنك وغيرها. وقالت مسؤولة فرع جمعية الصوم في إقليم عنسبة السيدة أسمرت برهانه إن عدد المتحدثين بلغة الإشارة في تزايد مستمر بفضل الدورات التدريبية المنظمة، وبالتالي تخفيف مصاعب الصم في التفاهم. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد ميكائيل سئله إن ارتفاع عدد العارفين بلغة الإشارة يسهم كثيرا في تطور الصم عامة وفي التعليم والتفاهم خاصة، داعيا للمشاركين في الدورة للمساهمة بدورهم في تحقيق ذلك. من جانبه دعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى كافة قطاعات المجتمع للتعاون
لتعليم الصم إلى أعلى المستويات وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. أعرب سكان بلدة فرع عن ارتياحهم لمؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أسهمت كثيرا في تجمع المواطنين. وذكر السكان بأن خدمات التعليم والصحة والمواصلات والاتصالات والمياه والكهرباء وتوسعها وتطورها دفع القرى المتناثرة في الأنحاء للتجمع وتحسين حياة المواطنين. وأشار السكان إلى أن خط المياه الممتد من ويعة وبناء محطات التوزيع داخل البلدة ومن ثم إدخال الصنابير إلى المنازل جاء بحلول جذرية وضعا في الاعتبار لأوضاع المناخ. وأفادوا بأن طريق مصوع فرو المسفلت وطريق فرو الدقيح الترابي أحدثا تطورا ملحوظا في أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية، داعين لنقل السوق إلى موقع آخر لكونه عرضة للسيول وتوزيع قطع الأراضي السكنية والمتاجر وإدخال خدمات طب الأسنان والعيون. أوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في بلدة فرو السيد زرزقين مريم ارتفاع المدارس من 1 إلى 6 مدارس ووجود مركز صحي متكامل البنى التحتية وخدمات الهاتف النقال والتلفونات العامة في الشوارع. وتقطن بلدة فرو التي تبعد مسافة 46 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة مصوع تقطنها حوالي 800 أسرة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى مالي في إطار زيارة تستغرق يومين برفقة نظيريها من التشيك وإستونيا. وذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور يوم من صدور تقرير أممي يتهم فيه قوة برخان الفرنسية العاملة في منطقة الساحل باستهداف المدنيين في غارة قتلت 19 شخصا شمالي مالي في يناير الماضي. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية في بيان إن هذه الزيارة ستمكن من تأكيد القدرة التشغيلية الكاملة للقوة العسكرية تاكوبا التي يشارك بها عدد من الدول الأوروبية، وأن هذه القوة نفذت أكثر من 20 عملية عسكرية وأنها ستكون الآن جاهزة لتعمل بشكل كامل وأنها قادرة على إجراء عملياتها في إطار عملية برخان. وتعول باريس كثيرا على قوة تابوكا التي تشارك بها كل من إيطاليا والسويد والتشيك وإستونيا لمساعدة قوة برخان الفرنسية في حربها ضد الإرهابيين. قتل 6 عناصر من القوات الحكومية الأفغانية وجرح آخرون في هجومين منفصلين بولاية هرات غربي أفغانستان، فيما لقي 3 من الشرطة مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية أمس جنوبي البلاد. وقال محافظ هرات سيد وحيد كاتالي إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مديرية أمن قضاء شندنت التابع للولاية، مما أسفر عن مقتل 4 عناصر أمن وإصابة عدد آخر بجروح. من جهة أخرى أفاد نور أحمد حيدري نائب محافظ هرات في تصريح للصحفيين بأن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة كامركولاغ مما أدى إلى مقتل شرطيين 2 وإصابة آخرين بجروح. واتهمت مصادر حكومية حركة طالبان بالمسؤولية عن الهجوم الذي عقبته اشتباكات عنيفة، لكن الحركة التزمت الصمت حتى الآن. على صعيد آخر لقي 3 من الشرطة الأفغانية مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية في مديرية نهر سراج بولاية هلمند جنوبي أفغانستان بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية. قالت وزارة النقل في تايوان إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي البلاد. وأضافت وزارة النقل أن 72 آخرين أصيبوا في الحادث حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وأوضحت إدارة الإطفاء في تايوان أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونغ خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق. وذكرت وسائل إعلام أن 350 راكبا كانوا على متن القطار. وأفادت الأنباء أن شاحنة سقطت من جرف أعلى وسقطت على القضبان حيث اصطدم بها قطار كان يخرج من نفق.
ومع استمرار انحصار معظم القطار في النفق، اضطر الركاب الهاربون إلى تسلق الأبواب والنوافذ والأسقف للوصول إلى بر الأمان. دعا الكرملين كييف والغرب إلى عدم القلق حيال تحركات الجنود الروس عند الحدود الأوكرانية، في وقت أعربت أوكرانيا عن قلقها من احتمال حدوث تصعيد جديد في النزاع في شرق البلاد. وتحدثت أوكرانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع عن تحرك للجنود الروس في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو على الحدود الروسية الأوكرانية قرب أراضٍ خاضعة لسيطرة انفصاليين مدعومين من الكريملين. ونفت روسيا مرارا إرسال جنودها وأسلحة لدعم الانفصاليين. وبينما لم يؤكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف مباشرة تكدس الجنود على الحدود مع أوكرانيا، شدد على أن لدى موسكو حرية تحريك جنودها ضمن أراضيها. وفي بروكسل ندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بحملة تجنيد عسكرية روسية جديدة في شبه جزيرة القرم، واعتبرها انتهاكا آخر للقانون الدولي الإنساني. قدمت لحضراتكم سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.